السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة الفلاحي بطريقة سهلة ومضمونة من غير أي افتكاسات، بطريقة والدتي الله يرحمها، والنتيجة مضمونة 100%. زي ما انتوا شايفين معايا كده، سمنة مرملة، ريحتها وطعمها جنان، ما فيهاش غلطة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. دلوقتي انا نزلت الزبدة بتاعتي جاموسي، والنار طبعا هادية جدا لان الزبدة بتاعتي كانت في الفريزر، ما ينفعش نعلي عليها النار خالص. بدأت الزبدة بتاعتنا بدأت تفك زي ما انتوا شايفين كده، لكن احنا في المرحلة دي ما بنحطش ايدينا خالص، يعني مش بنقلب فيها خالص لحد ما الزبدة بتاعتنا تدوب تماما. دلوقتي الزبدة بتاعتنا دابت تماما. دلوقتي ممكن نقلبها، بس التقليب بيكون في اتجاه واحد، ما بنستعجلش عليها خالص، مش هنعلي النار. وبنقلب زي ما انتوا شايفين كده معايا، زي ما قلنا في اتجاه واحد. لما دخلت في مرحلة الغليان هنزل بمقدار معلقة صغيرة قوي ممسوحة من الملح. بنقلبها كل قد ايه؟ ممكن كل 10 دقايق، لان زي ما قلت احنا موطيين او مهدين عليها النار. ليه؟ الناس اللي بتقول ان احنا بيبقى ايدينا في الزبدة لما بنكون معلين النار، فخايفين عليها ان هي تتحرق. كده بقى الزبدة بتاعتنا بدأت في مرحلة التسوية. وكده بقت جاهزة معانا. اخدت معايا في التسوية حوالي ساعتين الا تلت، وزي ما انتم شايفين بجد شكل بقى وريحة بسم الله ما شاء الله.